السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أرجو انكم تكونوا حليتوا كويس في امتحان الباثولوجي. بكلمكم النهاردة عن مادة البارة أو بكلمكم عن الطب عموما. إن في شوية حاجات لازم نكون عارفينها واحنا بنذاكر الطب. هتكلم عن البارازيتولوجي لأن دوت الامتحان اللي عليكم بعد كده، ودي الحاجة المهمة بالنسبة لكم دلوقتي. أي حاجة أو أي مادة وأنا بدرسها لازم يكون في شوية رفوف كده في دماغي علشان اعرف اذاكر المادة ديت، او لازم احط فريم عام للمادة علشان اعرف اجمعها والمها. مبقاش بحفظ كل العناوين وبحفظ كل حاجة واطلع في الاخر ناسي كل حاجة. لما نيجي نتكلم في البارازيتولوجي بنتكلم عن شوية عناوين ثابتة، لازم كلكم تكونوا عارفينها او لازم كلنا نكون عارفينها. المواضيع الثابتة ديت انا كاتب بيها، او العناوين الثابتة دي انا كاتب بيها ورق كامل في الهلمنثز والبروتوزوا، والورق موجود في مكتبة الشرقية وممكن تجيبوه. الورق طبعا ما بيغنيش عن كتاب القسم ابدا، الا ان هو حاطط العناوين الرئيسية وحاطط اهم الكلام وحاطط تفصيل للكلام بس عشان تفهموه، علشان تبقوا بتذاكروا الحاجة اسرع بكتير من لو ذاكرتوها وانتوا بتذاكروا من الكتاب بس. اي مرض في البارة هنتكلم عنه. اول حاجة اسم الديزيز، واسم الديزيز دوت يا اما ينتهي بالمقطع ايزس، ومعنى انه بينتهي بالمقطع ايزس يبقى الادلت هو اللي بيعمله، او بينتهي بالمقطع اوزس، ومعنى انه بينتهي بالمقطع اوزس يبقى اللارفا هي اللي بتعملها. تاني حاجة هنتكلم عن الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع اي اورجانيزم او اي بارازايت. وكلمة geographical distribution يعني توزيعه الجغرافي، موجود في انه بلد. ومعظم الاورجانيزمات عندنا بتبقى كوزموبوليتان، يعني في جميع انحاء العالم. بعد كده تالت نقطة هنتكلم عنها وهي اللايف سايكل. اللايف سايكل يهمني اعرف فيه ايه؟ يهمني اعرف فيه اربع حاجات. اول حاجة الهابيتات، تاني حاجة الهوست، تالت حاجة الدايجنوستيك ستيج، رابع حاجة الانفكتيف ستيج. يبقى انا لما هفتح الكتاب واجي اذاكر لايف سايكل هشد خط تحت الكلام ده بس: هابيتات، هوست، دايجنوستيك ستيج، انفكتيف ستيج. طب ايه هو الكلام ده؟ يعني ايه كلمة هابيتات؟ هابيتات يعني العضو اللي بيعيش فيه الكائن جوه جسم الانسان. العضو اللي بيعيش فيه الكائن جوه جسم الانسان. لو قلت لكم ان في دوده بتعيش جوه الليفر يبقى الهابيتات بتاعها الليفر، ولو في دوده بتعيش جوه الانتستين يبقى الهابيتات بتاعها هو الانتستين. تمام. طيب الهوست، يعني ايه كلمة هوست؟ يعني المضيف اللي البرازيت ده بيخش جواه. قالك الهوست ده ممكن الادلت هو اللي يبقى موجود فيه، وساعتها بيبقى اسمه definitive host. لو الادلت موجود فيه بيبقى اسمه definitive host. طيب لو الادلت موجود في انسان وكلب، ما ينفعش اساويك بالكلب، ما ينفعش اساوي الانسان بالكلب، فالانسان بيبقى اسمه definitive host والكلب بيبقى اسمه reservoir host. تمام كده؟ تمام. طيب ده اول نوع من الهوست، ديفينيتيف هوست او ريزرفوار هوست. لا، ديفينيتيف هوست في الانسان وريزرفوار هوست في الانيمال. تاني نوع من انواع الهوست هو الانترميديت هوست. ويعني ايه انترميديت هوست؟ هو الهوست اللي بينترميديت اللايف سايكل، بيتوسط دورة الحياة، يعني ما بيبقاش جواه الادلت، ما بيبقاش جواه الادلت بس، ممكن يبقى جواه اللارفا بتاعه الادلت او ابن الادلت اللي لما انا هاكله هينزل في الانتستين يعمل لي ادلت. بيبقى فيه جواه جزء من دورة الحياة، او بينترميديت اللايف سايكل، فبيبقى اسمه انترميديت هوست. طب لو جيت قلت لكم ان عندنا مثلا الانترميديت هوست دوت بيبقى الانسان، بيبقى الانسان في حاجه مثلا في لارفا بتخش تقعد جوه المصل بتاعه الانسان. هل انا هقدر اكل اللحمه بتاعه الانسان عشان لما اكلها تنزل في الانتستين بتاعتي وتعمل لي عضل؟ لا، مش هيحصل، انا ما باكلش انسان. يبقى دلوقتي الانسان دوت بقى انترميديت هوست، بين قوسين بلايند هوست، لان دوره الحياه مش هتكمل لان انا مش هاكل الانسان. تمام كده؟ ده بالنسبه لكلمه انترميديت هوست. يبقى هو الهوست اللي بينترميديت اللايف سايكل، بيبقى جواه لارفا مثلا لما انا اكلها هتتحول جوه الانتستين بتاعتي الادلت. بعد كده هنتكلم عن الدايجنوستيك ستيج. يعني ايه كلمة دايجنوستيك ستيج؟ قالك الدايجنوستيك ستيج هي الحاجة اللي بتنزل من البارازايت وبلاقيها انا لما اجي اعمل دايجنوزس.
بمعنى ان ممكن ينزل من الادلت، لو ادلت عايش عندي في الانتستين نزل بيضه، والبيضه دي نزلت في الستول، وانا جيت افحص الستول لقيت البيضه، تبقى البيضه دي دايجنوستيك ستيج. طيب لو ادلت عايش في الانتستين ونزل لارفا ولقيت اللارفا دي في الستول، يبقى اللارفا هي الدايجنوستيك ستيج. طيب يعني ايه كلمه انفكتيف ستيج بقى؟ قال لك الانفكتيف ستيج هو الطور اللي بيعديني. يعني لو قلت لك ان انت بتاكل البيضه بتاعه الدوده الفلانيه، فالبيضه تنزل تفرقع في الانتستين وتعمل لي ادلت، معنى كده ان اللي عادتني هي البيضه، يبقى البيضه انفكتيف ستيج. نفس الكلام لو في لارفا خرمت السكين بتاعي وطلعت ودخلت السكين ودخلت في السيركيوليشن لحد ما عادتني، تبقى ديت ايه؟ تبقى اللارفا هنا هي الانفكتيف ستيج بتاعتنا. بعد ما هتكلم عن الدايجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج، يبقى انا كده خلصت اللايف سايكل. يبقى انا لما هخش على الكتاب هبص على ايه؟ اول حاجه هبص على الهابيتات، بعد كده هبص على الهوست واشوف الهوست دوت هل هو ديفينيتيف هوست ولا ريزرفوار هوست ولا انترميديت هوست. بعد كده هتكلم عن الدايجنوستيك ستيج، وبعد كده هتكلم عن الانفكتيف ستيج. لو انا جبت النقط ديت يبقى انا ذاكرت اللايف سايكل. ممكن تكمل انت تاليف اللايف سايكل لوحدك، وممكن تجيب بقيه الكلام من الرسمه، مش شرط ان انت تقعد تحفظ في اللايف سايكل عشان ما تضيعش وقتك وما توجعش دماغك. بعد كده بعد ما اتكلمنا عن اللايف سايكل، احنا قلنا بنتكلم عن الديزيز، اسم الديزيز، الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، اللايف سايكل، بعد كده اللايف سايكل، بعد كده بنتكلم عن الباثوجينيسيس. يعني ايه كلمه باثوجينيسيس؟ قال لك باثوجينيسيس يعني الاورجانيزم بيدخل جوه جسمي بيعمل ايه. انا هتكلم في الباثوجينيسيس عن 4 نقط. اولا السورس اوف انفكشن، مصدر العدوى، ممكن يكون فود، ممكن يكون اير، ممكن يكون contaminated hands. طيب المود اوف انفكشن، يعني ايه المود اوف انفكشن؟ يعني انا هتعدي بالحاجه دي ازاي؟ هل هي انهاليشن؟ هل هي انجيشن؟ هل هي سكين بنتريشن؟ دوت المود اوف انفكشن. طيب تالت حاجه هتكلم عنها سورس اوف انفكشن، مود اوف انفكشن، بعد كده باثوجينيسيس. يعني ايه باثوجينيسيس؟ يعني مسار الاورجانيزم جوه الجسم. يعني مثلا لو قلت لكم ان في دوده زي الفاشيولا بتدخل تخرم الانتستين وتمشي في البريتونيال ساك لحد ما توصل للليفر وتقعد تكسر في خلايا الليفر. كلمة تكسر في خلايا، كلمة ان هي تخرم في الانتستين وتمشي البروتينيال ساك وبعد كده توصل لخلايا الليفر، عشان تكسر في خلايا الليفر، دوت اسمه باثوجينيسيس. يعني الاورجانيزم وهو ماشي في الجسم بيعمل ايه. طيب الكلينيكال بيكتشر اللي بتظهر نتيجة التكسير او نتيجة مشي الاورجانيزم ده، دي الاعراض. الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا هي الاعراض اللي بتظهر من هذا الباثوجينيسيس. زي ايه مثلا؟ يعني الاورجانيزم قلنا ما ان هو خرم الانتستين مش في البروتينيال ساك، وصل الليفر، بدا يكسر في خلايا الليفر. مش تكسير خلايا الليفر ده يبدا يعمل انفلاميشن في الليفر، فيبقى فيه او جنرالايزد انفلاميشن اصلا، فيبقى فيه فيفر وانوركسيا وهيديك وماليز. يبقى الشخص دوت الباثوجينيسيس بتاعه ان الاورجانيزم كسر في خلايا الليفر. والكلينيكال بيكتشر بتاعتنا هي فيفر، انوركسيا، هيديك، ماليز. وبعد كده طبعا بيبدا يحصل هيباتوميجالي، ويعني اللارج تندر ليفر. تمام. طيب هتكلم بعد نقطة الباثوجينيسيس. يبقى انا كده غطيت تقريبا 3/4 الدرس. فاضل لنا بس الدايجنوزس والتريتمنت والبريفنشن. اهم جزء فيهم هو الدايجنوزس. والدايجنوزس بتاعنا بنتكلم فيه عن 3 حاجات. الكلينيكال بيكتشر، هو العيان بيجي لي بكلينيكال بيكتشر معينه، على اساسها ببدا اعمل الانفستيجيشن بتاعتي. على اساس ببدا اعمل الانفستيجيشن بتاعتي. يبقى هو بيجي لي بكلينيكال بيكتشر، بشوف انا السيمتومز والساينز مش علينا دلوقتي، يعني هو كلينيكال بيكتشر عامه، فيفر، انوركسيا، هيديك، ماليز، ولو في حاجه خاصه بكتبها. بعد كده ببدا اعمل الانفستيجيشن بتاعتي. طب الانفستيجيشن بتاعتي دي بقسمها لحاجتين، يا اما لابوراتوري اختبارات معمليه، يا اما اكس راي، يا اما راديولوجيكال، يا اما تالت حاجه بقى اللي هي انفيزيف. ودي في حاله التيومرز، دي مش عندنا في البارا، بس دي في حاله التيومرز بنعمل انفيزيف، ان احنا بنخش ناخد بايوبسي. بيبقى في حاجات منها في البارا عندنا بناخد بايوبسي برضه. تمام. يبقى في الدايجنوزس كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن، والانفستيجيشن لابوراتوري وراديولوجيكال وانفيزيف. طيب اللي يهمني اكتر هو اللابوراتوري اللي بيتكرر في معظم الدروس. اللابوراتوري دايجنوزس دايركت واندايركت. يعني ايه دايركت واندايركت؟ قبل ما نعرف دايركت واندايركت، عايز اتكلم شويه عن دور المناعه في مكافحه الاورجانيزم.
الكلام ببساطة بيقولك ان لما الاورجانيزم بيدخل جوه جسم الانسان، سي مثلا دخل عن طريق الانتستين، اورجانيزم دخل عن طريق الانتستين، اداني الادلت دوت ما خرمش الانتستين. عندنا على جدار الانتستين في سكريتوري اميونوجلوبولين اي جي اي، الاي جي اي ده بيتصدى للادلت اللي موجود في الانتستين ويموته. طيب هل الادلت ده دخل جوه الدم؟ لا، الادلت ده ما دخلش جوه الدم. يبقى اي ادلت او اي حاجه ما بتدخلش جوه الدم فهي ما بتحفزليش الاميون سيستم، وما دام ما حفزتليش الاميون سيستم يبقى انا مش هبحث عن انتي بودي او سيل ميديتد اميونيتي. طيب لو دخل اورجانيزم جوه الانتستين، دخل اورجانيزم جوه البلاد، معلش، لو دخل اورجانيزم جوه البلاد زي مثلا الانكلستوما بتخرم السكين وتدخل جوه السيركيوليشن، معنى كده ان هي دخلت جوه البلاد. طيب اول لما اورجانيزم بيدخل جوه البلاد بيحصل ايه؟ قال لك ان لما الاورجانيزم بيدخل جوه البلاد جهاز المناعه بيتحفز، وبيتحفز في صوره من اتنين، يا اما يتحفز في صوره هيومورال اميونيتي، يعني ينتج انتي بودي ضد الاورجانيزم، يا ينتج انتي بودي ضد الاورجانيزم، يا اما سيل ميديتد اميونيتي، ان خلايا المناعه نفسها تروح تحاوط الاورجانيزم علشان تموته. معظم الاورجانيزمات عندنا بتعمل هيمورال اميونيتي، وفي اورجانيزمات معينه بس هي اللي بتعمل سيل ميديتد اميونيتي. طيب تيجوا بقى نتكلم عن الدايجنوزس. قال لك ان الدايجنوزس او اللابوراتوري دايجنوزس دايركت واندايركت. دايركت يعني ببحث عن مخلفات الاورجانيزم، حاجه نزلت من الاورجانيزم بتدل عليه، يا اما بيضه يا اما لارفا يا اما الاورجانيزم نفسه هو اللي نزل في الستول دوت. انا ببحث عن الاورجانيزم او مخلفات الاورجانيزم. يا اما اندايركت دايجنوزس، ببحث عن مخلفات المناعة التي نتجت من دخول الاورجانيزم. لو اورجانيزم دخل الدم هعمل له اندايركت دايجنوزس. يبقى القاعدة ان انا بعمل لكل الاورجانيزمات دايركت دايجنوزس، اما لو الاورجانيزم بس دخل الدم فده اللي بنعمل له اندايركت دايجنوزس. طيب الاندايركت دايجنوزس بتاعنا يا اما يكون انتي بودي على حسب المناعه لو كانت مطلعه انتي بودي يعني هيومورال اميونيتي، يبقى انا ببحث عن الانتي بودي اللي موجود ده. ببحث عنه ازاي؟ عن طريق إلايزا وايفات. طيب اما لو كان المناعه سيل ميديتد، المناعه اللي نتجت من الاورجانيزم ده سيل ميديتد، فانا ببحث عنها عن طريق انتراديرمال تيست. ببحث عنها عن طريق انتراديرمال تيست، وهي زي التيوبركلين تيست، ان انا بجيب التيوبركلين البروتين بتاع التي في واحقنه في الديرمس بتاع السكين بتاع الانسان واسيبه لمده 72 ساعه. لو حصل انديوريشن مش اريثيما، الاريثيما عادي ممكن تحصل نتيجه هايبر سنسيتيفيتي للسوليوشن اللي انا حقنته، لا لو حصل انديوريشن يعني حته كلكعت وبقت تخينه، لان ده معناه ان خلايا المناعه جت اتجمعت في الحته دي. لو حصل انديوريشن او كلكعه كده فدوت بيدل على ايه؟ فدوت بيدل على ان ده تيوبركلين بوزيتيف، ده بيدل على ان دوت تيوبركلين بوزيتيف. يبقى الدايجنوز بتاعنا كلينيكال بيكتشر ولابوراتوري، كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن، والانفستيجيشن بتاعتنا يا اما لابوراتوري يا اما راديولوجي يا اما انفيزيف. بعد كده هنتكلم عن التريتمنت، والتريتمنت بتاعنا بيختلف من اورجانيزم للتاني، الا ان في الورق بتاعي انا مجمع لكم معظم الاورجانيزمات بالتريتمنت بتاعها. اخر حاجه البريفنشن اند كنترول، ودي بتبقى مهمة في بعض الحاجات وبتبقى ثابتة في بعض الحاجات، والكلام ده هتلاقوه في الورق. اخر حاجة عايز اقول لكم ان الورق لا يغني عن الكتاب بأي حال من الاحوال، الا ان هو هيساعدكم انكم تفهموا كتير. بنصحكم انكم بعد ما تسمعوا التسجيل ده تبدأوا بالسيستودا، لان هي مجمعة كل الامثلة ديت، وهي ان شاء الله متجمعة بطريقة هتعجبكم. ارجو انكم تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد هشام.